البنت دي لما بتروح المدرسه الطلاب كلهم بيخافوا منها وبيقولوا اتصلوا بالبوليس. واللي حصل للبنت دي وهي صغيره لما كانت طفله بتمسك الحله اللي كانت بتغلي لحد ما الميه السخنه بتعرى وشها وبتحرق جزء من وشها، وعشان ما حدش يضايقها بتلبس قناع صغير في وشها. بس برضه لما بتروح المدرسه كانت بتلاقي مضايقات كتير وبيكرهوها في المدرسه. ولما بتكبر شويه وتدخل فصل جديد واول ما بتدخل في بنت تفضل تتريق عليها طول اليوم ومش سايباها في حالها بسبب القناع اللي هي لابساه. وبعد شويه بتقعد في الحمام شويه عشان تهوي وشها، بس بتسمع صوت بنت عماله تعيط وبتخرج تشوف في ايه، وبتلاقي ان دي البنت اللي كانت بتتنمر عليها وبتقول لها في ايه بتعيطي ليه. والبنت بتقول لها على اللي في قلبها وبتقول لها انا عندي مرض وبعرق كتير وكل ما احط مكياج بيبوظ، وبتقول لها الحل انك تقللي المكياج شويه. والبنت التانيه بتبدا تحبها وبتقول لها ماشي هسمع كلامك. وبعد ايام البنت بتشيل القناع ده وبتقول لابوها وامها انا زهقت من القناع ومش هلبسه تاني واللي عايز يتريق يتريق. وابوها وامها بيقرروا انهم يسوقوا على راحتها، وفعلا بتعمل كده وبتروح على المدرسه. بس لما بتدخل المدرسه الطلاب كلهم بيخافوا منها وبيقولوا لها ابعدي عننا.